السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يا صباح السعادة. صفات الشخصية التي لا تعاشر، الصفات اللي ممكن تكون موجودة في بني آدم وتبين لنا أو توضح لنا إن الشخص ده ما يتعاشرش، ما ينفعش إن أنت تقرب منه، ما ينفعش إن أنت تتعامل معاه، ولازم إن أنت تاخد حذرك منه. ضروري نعرف صفات الشخصية دي في حياتنا عشان نقدر إن احنا نتجنبها. الشخصية التي لا تعاشر هنناقشها بإذن الله من خلال آية قرآنية جميلة جدا. احنا هنناقشها جزء جزء. الآية الكريمة بتقول: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. خلينا الأول مع بعض كده ناخد الآية جزء جزء ونشوف صفات الشخصية دي، وهنلاقي إن هما حوالي 3 صفات لو موجودة في الشخص ده تعرفوا إنها شخصية لا تعاشر. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. الآية دي نزلت في المنافقين. صفاتهم ايه يا سمسم؟ هقول لكم صفاتهم ايه. خلينا الاول نعرف ان الايه دي نزلت في احد المنافقين وهو اسمه الاخنس ابن شريق. احد المنافقين جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: انا اؤمن بك يا محمد، وانا عايز ادخل الاسلام، انا مؤمن بيك ويعلم ربنا اني صادق. طبعا الآية نزلت في الشخص ده تبين للرسول صلى الله عليه وسلم انه شخص منافق وانه يحذر منه. لو جينا طبقناها على الحياة العملية، الحياة اللي احنا عايشين فيها دي، ونشوف صفات الشخصية دي، ولو في اي حد في حياته شخصية فيها الصفات اللي انا هقول لكم عليها دي، انزلوا برضو عرفونا في الكومنتات كده وادعوا لهم ربنا يهديهم. في وقتنا الحالي ده بقى تعالوا نناقش الآية دي ونشوف هي بتقول ايه. الصفات بتاعت الشخصية التي لا تعاشر دي شكلها ايه. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. حد تشوفه وتسمع لكلامه ايه الجمال ده، بيعرف يتكلم كويس جدا جدا، بيحسن الكلام، وتلاقيه بيتكلم في ده كويس وفي ده كويس، تشوفه وتسحر بكلامه، وإن قال تسمع لقوله. يجي يقول لك انا بحبك، انت غالي عندي، انت ما تعرفش معزتك عندي قد ايه. مش دايما بيبقى كده، ولكن صفات الشخصيه دي بقى اللي انتوا هتفهموا اكتر هي قد ايه الشخصيه دي خطر. وفي ناس ممكن تقول لك انا بحبك وحبهم صادق ومحبتهم صادقه، وفي ناس تاني من صفات المنافقين يقول لك انا بحبك وانت غالي عندي وانت احسن واحد في الدنيا وانت وانت وانت، ويشهد الله على ما في قلبه. والله يا اخي ده انا بحبك، والله انت غالي، والله انا صادق في كلامي، والله انا كذا انا كذا، وهو ألد الخصام. لكن اللي بيضمره في قلبه واللي شايله في قلبه ألد، يعني شديد الخصومة أو عوج في الخصومة بتاعته. هي ألد الخصام يعني شديد الخصومة، وقت ما يتخاصم معاك وإذا خاصم فجر، زي ما قال رسولنا الكريم في آية المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، في رواية تانية وإذا خاصم فجر. هو ألد الخصام يعني شديد الخصوم. شديد الخصومة بتشرحها الآية اللي بعد كده بتقول: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. جينا بقى شفنا الصفات اللي موجودة في الشخص ده في الواقع الأيام المعاصرة اللي احنا عايشينها دي. إذا تولى يعني زعل أو ادالك ظهره أو تخاصم معاك، سعى في الأرض ليفسد فيها. هيروح بقى يسعى في الأرض فساد ازاي؟ هيتكلم عليك بالسوء، هيذكرك بالسوء. إن كان ليك سر معاه في يوم من الأيام هتلاقيه بيفشي السر ده. مش بس كده، هيسعى انه يشوه صورتك وسط الناس وما يذكرش محاسن فيك ابدا ابدا، ولا يذكر حاجه حلوه هو شافها فيك، لا يذكر فيك كل السوء وكانه ما شافش منك خير قط في يوم من الايام، لانه تولى وغضب عليك. والله ده بيه وعليه ويفشي سره ويقول فيه صفات مش موجوده. يسعى انه يكره الناس فيه عشان ينتصر لنفسه. هتلاقيه بيقول كلام في حقك، هتلاقيه بيأذيك بالقول وبالفعل، وهكذا بقى. قيسوا عليها كل حاجه في الحياه. والله لا يحب الفساد، ده ما يرضيش رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى لا يحب فساد اللي عمله زمان المنافق الأخرس، ولا إلا أي حد في عصرنا ده ممكن يعمله. يتكلم على حد، يدخل في الغيبة والنميمة، يأذي حد بالقول أو الفعل فيدخل في باب الظلم. يسعى إنه يشوه صورتك ويأذيك في عملك، في أكل عيشك، في حياتك، في نفسيتك. وإذا قيل له اتق الله، لو حد جه قال له اللي انت بتعمله ده غلط، انت بتعمله ده ظلم، واللي انت بتعمله ده فساد وما ينفعش، اتق الله وارجع عن ظلمك وارجع عن اللي انت بتعمله، أخذته العزة بالإثم. يعني أخذته العزة يعني أخذه الكبر. لا أنا صح، مصمم على اللي أنا بعمله، لا أنا هفضل أتكلم عليك وحش وهسوق صورتك في وسط الناس، هخليك بص تمشي كده مفيش حد عايز يقرب منك، هبان أنا الكويس وهبان أنا الحلو وهبان وهبان وهبان. اتق الله، اللي أنت بتعمله غلط. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، الكبر خده ومصمم. في ناس لما انت تقول له انت ظالم فلان الفلاني او انت غلطان في كذا، او يا اخي صلي على النبي كده، اتق الله في اللي انت بتعمله ده ما يرضيش ربنا، في ناس تخضع
وتقول امنت بالله، وترجع عن خطأها وتراجع نفسها، ولو في مظلمة ترد المظلمة لصاحبها او تطلب العفو، بل يذكره بالخير فيذكر كل الخير اللي فيه، ويندم على انه افشى سر كان بينه وبين الانسان اللي عاشره مثلا او اتعامل معاه، سواء زميل في شغل، سواء علاقات، سواء صداقه، سواء، فبيبدا يصلح ويفوق ويعرف ان هو غلطان وبيرجع عن خطأه. ولو تاب وطلب العفو من المظلوم والمظلوم عفى عنه واستغفر رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى هيقبل توبته. لكن لا تغدو العزة بالإثم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما ترجعش عن خطأ، بل تصر تستمر. الأذى والألم النفسي والبدني، فقطع كل سبل الخير. ربنا سبحانه وتعالى توعد الشخص اللي بيعمل كل الصفات السيئة دي بإيه؟ فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، ومأواه أو مصيره جهنم والعياذ بالله، نار جهنم خالدا مخلدا فيها ولا بئس المهاد. المهاد يعني انت في اخر الليل لما بتروح على سريرك بتنام في مكان مرتاح. المهاد اللي هو اخر حاجة انت في يومك بتروح لها هو سريرك، بتروح تنام ترتاح. بس لا بئس بقى المهاد بتاعك، لا بئس الراحه اللي انت هتوصل لها، لا بئس المكان اللي انت هتخلد فيه خالد مخلد. لان ربنا سبحانه وتعالى وعد المنافقين وقال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. آية صريحة في المنافقين. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العدو قاتلهم الله أن يؤفكون. يعني ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم حذر من المنافقين. يا ترى بعد كل اللي أنا قلته هل أنت صادف في حياتك إن أنت تقابل شخصية بالصفات دي؟ اكتبوا لي في الكومنتات لو أنتوا قابلتوا الشخصية دي. الحل إيه يا سمسم في التعامل مع الشخصية دي؟ هو ان انا اتجنبه، ان انا ابعد عنه. الشخصية دي لو محيطة بينا وفي حياتنا يبقى المعاملة الافضل ان انت ما تتعاملش مع الشخص ده. ولكن هو لو موجود في حياتنا واحنا مضطرين نتعامل معاه بحذر، نتعامل معاه واحنا عارفين الشخص ده بيضمر ايه، فناخد حذرنا منه، نحاول ان احنا نتجنبه قدر الامكان. والانسان حس انه ممكن يكون في بعض الصفات واخطأ، يتوب ويرجع لرب العالمين، وربنا سبحانه وتعالى بيقبل توبة عباده، ربنا بيعفو. ولو هو اصلح سريرته واصلح نيته، لان المنافق ده برضو سريرته مش كويسه، هو قدام الناس كويس وحلو وكلامه حلو ومعسول، سريرته فاسده، جواه غل وحقد ويتمنى ويشوف الاذى بعينه في الشخص اللي قدامه. دي كانت صفات الشخصية التي لا تعاشر. ربنا يا رب يجعل سريرتنا زي علنا وزي ظهرنا. يا رب تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة، تشيروا الفيديو بحيث ان الناس تستفيد. وده كان فيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا منه وتكونوا فهمتوا المغزى منه. بحبكم جدا في الله يا طيبين، وان شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية على خير. اشوفكم على خير، مع السلامة.